وعليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. جيت لكم بقى النهارده بجولة جديدة او حاجة خطيرة بقى. وانا بحط بجولة تانية على السطح، وانا بحط للفراخ الاكل. زي ما انتوا شايفين كده الفراخ جت هجوم بسرعة كده، كله جاي ياكل اهو. بحط لهم بقى، لازم بحط لهم في الحتتين عشان ياكلوا ويتغذوا كده ويبيضوا لنا كده ويكون شكلهم عسل. اهو جيت لكم بقى، دي تاني جولة ليا على السطح، وانا بحط بقى دلوقتي بحط الفراخ قاعدة تاكل اهي زي ما انتوا شايفين اهو. حطيت لي الفراخ والبط كمان بياكل مع الفراخ، والديك كان شكله جميل قوي. الديك اهو، والفرخة البطة البيضة دي برضو كانت شكلها جميل قوي. جيت لكم بقى، حبيت اللي انا اوريكم انا بحط لهم الاكل. دي طبعا بقى بتكون الحاجات بتاع البيت بقى، مثلا تفضل شوية رز، تفضل شوية حاجة، بقوم جاي احط لهم بقى. هما بيحبوا الاكل ده بقى عشان يتغذوا كده ويبقوا اسمهم فراخ بيت. الفراخ البيت دي ما بيعلاش عليها طبعا، اكيد كلكم عارفين. اهو زي ما انتوا شايفين قعدت احط لهم الاكل. هما شكلهم كانوا فطسانين جوع قوي يعني، كانوا جوعانين قوي مش عارف ليه. وديكا البط اللي هناك ده برضو شكله جميل قوي اهو زي ما انتوا شايفين، كان شكله جميل قوي. ديكا البط اللي هو اللي هناك ده، الديك برضو ده كان كده طويل عنهم، هو اللي مسيطر بقى، كان شكله جميل قوي، كان شكله عسل. والفراخ البلد اهي اللي انا بقول لكم عليها اهو. البطه بتاكل من على الفراخ اهو زي ما انتوا شايفين، شكلهم كان جامد. الديك ده اللي كان كل ما حد يجي جنبه يقوم جاي ضرب، كان شكله جامد برضك اوي الديك ده. ويلا عايزين حاجة؟ سلام باي.